السلام عليكم. أسقاس مقاس، مرحبا بكم في ريحة الجزائر في إسبانيا. اليوم إسبانيا كامل راهي تنفنف بريحة هذا الشخشوخ اللي حبيت نديرها لكم بمناسبة العطراس. أكيد الجزائريين أغلبهم يعرفوا هذه الوصفة. نهار تاع اليوم الفيديو راهو مهدى خصيصا لكل إخواننا العرب، كل البلدان العربية، أي واحد راهو معنا يتفرج فينا. أنا حبيت نعرفكم بهذه الوصفة من الوصفات الجزائرية يديروها بزاف في منطقة الشرق الجزائري. كاين يسميها الشخشوخ، كاين يسميها تريدة، كاين يسموها شخشوخة الطفر، كل واحد واش يسميها بحسب المنطقة ديالو. أنا جيت نشارك معكم الوصفة أكيد بالطريقة ديالي، نتمنى أنكم تبعوها بالتفصيل وتجربوها في دياركم. العجينه تاع الشخشوخ بكري كانوا يخدموها في الديار، بصح دركا تيكاكو على بالكم مع المصانع كثرت وكامل ولا كل حاجه تنباع في الزنقه. هذا يا الباكي اكيد شفتوه معايا في الفيديو تاع مشترياتي اللي جبتهم من البلاد. اللي مازال ما شافش هذاك الفيديو حنخليه لكم الفوقه في اعلى الشاشه، روحوا ضربوا طله على المشتريات اللي جبتهم معايا من البلاد. وهذوك دائما نقول لكم هما عزاز عليا، نخليهم في المناسبات هكذايا نجبدهم ونتفكروا بها ريحة البلاد باش تكون تاع الصح ريحة الجزائر في اسبانيا. راكم تشوفوا في يعني سبقت في الهضره وما شرحت لكمش الوصفه، بصح تبعوا الفيديو باللقطات راكم رايحين تفهموها. درت البصل، درت فيها اللحم بقري في نهار تاع اليوم، اني درتها باللحم بقري. الشخشوخه تقدروا طيبوها بالبقري، بالغنمي، بالدجاج، كيما حبيتوا. واش كان عندكم في الدار تقدروا تطيبوها، وكل حاجه كل مرقه وبنتها الخاصه. نهار تاع اليوم انا كان عندي البقري طيبتها بمرقه حمراء، اكيد هي مرقه حمراء الشخشوخه. درت لهنايا البقري بالبصل، تكون عندكم حوزه حبات بصل مسكرفتين، وديروا معها طوماطيش حب وطوماطيش تاع البايض، تقلوها مليح. الا كنت تلاحظوا انا حتى لو كنت تشوفوني نطيب في الكوكوطه، بصح دائما هذيك المرقه في الاول نخلي اللحم يتقلى مليح مليح مليح، ومن بعد نبدا نزيد له في التوابل تاني تنخليه يتقلى مع التوابل، ومن بعد باش نمرق توابل تاع الشخشوخ. درت لها لهنايا راس الحانوت، درت لها الكركم، الفلفل العكري والحار، بيان سور فلفل الكحل وشويه ملح، هادو زدتهم تانيت ودرتها. وفي الاخر كما شفتوني مرقت بالماء سخون، لهنا درت الماء في القدره باش تكفيني نمرق كامل الكوكوطه، ورميت عليها الماء سخون. وكانت عندي حميصه كنت مشمختها ليله من قبل، هذيك الحميصه ما راهيش طيبه كما تعرفوها، هي تطول في الطياب. درتها مع الاول مع اللحم باش يطيبوا لي كيف كيف. اغلقت عليهم الكوكوطه وخليتهم يطيبوا. الشخشوخ اللي هنايا السر ديالو هو التفويره الاولى، كي تجو تفوروه وهو هكاك يابس تشمخوه بالزيت، تنوضوا تشمخوه بالزيت، ديروه يفور على القدره تكون فيها ما يغلي، ومن بعد غير يفور تنحوه كيما راني نوري لكم دركا. نرشوه بالماء ولا نديروا عليه الماء ونخلوه داك الكسكاس يخرج منه هذاك الماء، يعني ما نخلوش الشخشوخ شغل يترنخ بزاف بالماء، يعني تخلوه في الكسكاس هذاك الماء الزايد قاعد كي يخرج. بعد كي يقعد لكم هكا شويه نحطوه في الجفنه ويقعد باش يشرب هذيك الماء ديالو. وفي هذه المرحله اللي نديروا له الملح. كي العاده زهره كي تدخل الكوزينه وتطيب دائما عندها لقطات ناقصين، راكو عارفين. يعني كي ندخلوا نطيبوا نكونوا مرتاحين في الاول، بصح من بعد يبداو هكا يدخلوا دراري ويبداو يجوا حاجات ما تكونش كامل دايرتهم في الحسبان، يبداو اللقطات يروحوا. لهنا مور ما طاب لي اللحم خليته طاب مليح هذاك اللحم باش زدت الخضره اللي درتها نهار تاع اليوم. درت الزروديه والبطاطا نقطعوهم طرف يكونوا كبار ونديروهم في المرقه يطيبوا. كي ديروا الخضره راكو عارفين، كي نعاود نغلق عليهم الكوكوطه 5 دقائق ونطفي لها النار تكون طابت معايا الخضره. السر تاع البنه تاع الشخشوخ كي تفوتوا تفوروها التفويره الاولى هذيك بالزيت، ومن بعد كي تعاودوا تشمخوها ديروا لها التفويره الثانيه بالماء، يعني مور ما يشرب شويه الماء ديالو ديروه يفور. ومن بعد كي تنحوا الاخر الشخشوخ ثاني تعاودوا ترشوا عليه الماء كما شفتوه في المرحله الاولى، ومن بعد تزيدوا ديروه يفور المره الثالثه. يعني الشخشوخ ديروا في بالكم التفويره الاولى تكون غير بالزيت، وزوج التفويرات تكونوا شمختوه بالماء هكذا باش يطيب لكم يدخلوا طياب. ومن بعد تجي المرحله تاع تشربوه في المرقه كما شفتوني. انا هذيك الكسرونه اللي شفتوها اني ندير فيها المرقه هذيك كنت ديجا درت طبسي واحد اخر من قبل ما صورتوش معاكم على خاطر زربني الحال، قلت لكم وكان لازم نخرج طبسي نص درته بالخف
والحمد لله داك الطبسي خرجناه. ودوكا راني وجدت معاكم هذا الطبسي اللي حطيته للدراري. المرقه ديروها وتبداو تزيدوا عليها هذيك العجينه تاع الشخشوخ، ويبداو لك شغل تشربوها، شغل يشرب هذيك المرقه هكذا باش يجي معاكم الشخشوخ بنين، وتحطوه وتستمتعوا فيه مع وليداتكم ومع عائلاتكم مع احبابكم. طبق كيما هذا طبق بنين بزاف 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 بنين، وحاجه تقليديه وفي نفس الوقت تقنع وتشبع، وحاجه بريزونطابل. واحد كي يحط حاجه تقليديه دايما يحطها وراسه مرفوع. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، شاركتها معاكم. حبيت نعاود ندير لكم هكا احياء تاع لي تريز لهنا في القناة ديالي. نتمنى الفيديو تاع هذا النهار يكون عجبكم، نتمنى ديرونا لايكات وبارطاج، ونتمنىكم تاني تشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركوش، ونخليكم مع هاد اللقطات الاخرى غير باش نعيشوا اجواء لي تريز. خليكم في امان الله، السلام عليكم. بسم الله.